يا جمال الناجتس بتاعنا، ولا أجمل ولا أطعم من كده. بربع كيلو بانيه عملنا كل الكمية اللي انتوا شايفينها، اقتصادية واحنا اللي عاملينها بإيدينا، وحاجة كده مش قادرة أقول لكم، مقرمشة من بره وطعمها جميل جدا من جوه. يا نهار أبيض، شايفين؟ كمية كويسة جدا وموفرة. طبعا عملنا كل الكمية دي بدون نقطة زيت، زي ما انتوا شايفين دلعناها بقى في الساندوتشات وحطيناها بالشكل ده. يلا بقى سريعا كده ندخل على الفيديو ونشوف عملنا الناجتس ده ازاي. يلا بينا. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتوني جدا متابعيني الغاليين من الفيديو اللي فات. رجعت لكم النهارده بقى بفيديو الناجتس جميل جدا واقتصادي، وفي نفس الوقت حاجة انت عاملاها بايدك وضامنة نظافتها. دي المكونات اللي هنحتاجها النهارده: ربع كيلو من البانيه مقطعينه كده زي ما انتوا شايفين، ومعايا معلقتين كبار من النشا، معايا ملح صيني، ملح ابيض كميه بسيطه زي ما انتوا شايفينها، توم باودر، بصل باودر، كيس بيكنج باودر، ورقه مكعب مرق الدجاج فوريه، ومعايا كمان معلقه صغيره من بهارات الفراخ. وطبعا الشطه هنا معايا اختياري، عايزه بقى الناجتس بتاعك حار هتحطيها، مش عايزاه حار استغني عنها. دي المكونات سهله وبسيطه والطريقه اسهل. يلا بينا نشتغل على طول. يلا بينا. ارفعي بقى حلة على البوتاجاز وابتدي بقى انزلي بقطع البانيه بتاعتنا، يا دوبك تغلي غلوة واحدة بس وهنبتدي نشيلها على طول. احنا مش هنعمل اكتر من كده. اهو، اول ما تغلي هطلعها. تمام. كل شغلنا بقى هنا هيكون في الكبة. ابتدينا ننزل بقطع الفراخ بعد ما اديناها غلوة بسيطة على البوتاجاز. انزلي بقطع الفراخ واضربيها كويس جدا في الكبة. وهنبتدي كمان بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا، بهارات الفراخ، وادي مرقة الدجاج، وهنا البيكنج باودر معلقة صغيرة مش اكتر، وهنا الملح ما تكتريش في الملح لان احنا حاطين مرق الدجاج، والثوم البودر والبصل البودر. هنحط بقى هنا بالظبط مقدار معلقتين من الزيت اهو، وهنا كمان معلقتين النشا اخر حاجة هننزل بيها. خلي بالك عشان النشا بتبهدل الدنيا. نكمل ضرب بقى وهنعملها كده عجينة نعرف نشكلها. زي ما انتوا شايفين دي العجينة اللي طلعت معانا بتاعت الناجتس. في المرحلة بقى دي شكلي زي ما انت عايزة، اول التشكيل ماشي اللي انت عايزاه. المهم انا هعملكوا اسهل طريقة من غير اي ادوات خالص. زي ما انتوا شايفين صينية بالحجم اللي احنا حاطينه او اكبر، بس لو انت مبتدئة هتحطي الصينية الصغننة عشان تقدري تتحكمي فيها كويس. وابتدي بقى طبطبي بقى عليها كده واديها شكل الصينية. حطينا طبعا الكيس ده عشان خاطر نعرف نشيلها وما تلزقش معانا اهو. شايفين؟ بنفس الشكل هسويها كويس جدا من الاطراف عشان القطع كلها تكون بحجم واحد. تمام كده. في المرحلة دي بقى لو انت عندك اي اداة تقدري تشكلي بيها طبعا على راحتك، انا عملتلك اسهل طريقة. هقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه اهو، بس كده. هبتدي بقى دلوقتي اشيلها. شايفين؟ ده السمك بتاعها، لا تكون اتخن من كده ولا ارق من كده اهو. تمام. صينية بقى كده وهنحط برضو فيها كيس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبتدي بقى ارص الناجتس بتاعنا بالشكل اللي انتوا شفتوه اهو. هكمل برضو من فوق كده كيس تاني. ما شاء الله الكمية اللي انتوا شايفينها دي طالعة من ربع كيلو بانيه اهو. ونبتدي بقى ندخلها الفريزر تقعد من ساعة لساعتين. انا ممكن اعملها واحطها بقى من بالليل وتاني يوم اعملها اهو. هكمل بقى كل الكمية بالشكل ده
وعلى الفريزر على طول. هنبتدي بقى دلوقتي نوريها لكم بعد ما اتجمدت اهو. شايفين شكلها اهو. ودي الكمية ما شاء الله اللي طلعتها لي الربع كيلو. محضرين بقى هنا بضاية وخافقينها كده بالشوكة، ومعايا كمان كورن فليكس الكفر اللي احنا هنعمله من بره. ومحضرة زي ما انتوا شايفين الصاج ده، حط عليه ورقة زبدة احنا مش هنقليها في الزيت. خلي بالكم ان هي يعتبر واخدة غلوة على النار، يعني مستوية نص سوا، فعشان كده مش هتاخد معانا وقت خالص في الفرن. يا دوبك بس تدي وش كده جميل، ويبقى بقى فيه القرمشة الحلوة دي، ونخرجه على طول. دي الكمية هدخلها الفرن وطلعها ووريها لكم. يلا بينا على الفرن على طول. اهو شايفين شكلها جميل جدا وطعمها اجمل، وحاجة احنا اللي عاملينها في بيتنا وضامنين نظافتها. مش قادرة اقول لكم بقى طعمها من جوه كده عامل ازاي. اهو من غير زيت ومن غير اي حاجة خالص. خلي بالكم ان احنا حطينا زيت واحنا بنحطها في الكبة، فهي فيها المادة الدهنية تمام. اعمليها بقى زي ما انت حابة، سهلة وبسيطة ووفرت معانا كمية مناسبة. ده شكلها بعد ما عملناها في السندوتشات. ده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي بالشير وباللايك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.